الله يسعد لي صباحكم. طبعا نحن حكينا بمنشور كنا عم نحكي فيه، فصار في عليه تبرير وانحذف. فبنرجع نحن بدنا نكرر انه زيارتنا جميع مديريات النقل اللي شفناها 4 مديريات نقل هنين. بالفعل مدير النقل كل مديرية له كل يوم جولة من الساعتين ل3 ساعات. هذا أنا شفته بعيني، وبنزل وبدور بين المراكز، بين الصالات. حدا عنده مشكلة، حدا معاني بشي، حدا له شي مشكلة نحل له إياها. أنا هذا شفتها باللاذقية وشفتها بالثلاث مراكز. فنحن كمدير نقل عم يعمل اللي عليه كامل واكثر. امتى نحن كنا تطلع تقابل مدير نقل؟ كان بالاول بالنظام السابق مدير النقل وزير، ما تحسن تفوت تزوره. هون حاطط لك الباب، لا له اي مشكله، اي ابتزاز، اي رشوه، اطلع لعندي واشتكي. وكاتبين لكم ارما انه اي موظف بيبتزك او اي موظف يطلب رشوه بتجي لعندي. المشاكل اللي شفتها انا، طبعا في موظفين من النظام السابق ما حسنوا يتخلوا عنهم، لانه هن عندهم علم بهذا الموضوع، بموضوع هاي، بينما يجهزوا بقى كادر جديد. قالوا لنا انه في مشاكل عم نحاول نحلها. طبعا البلد ما إلها متحررة سنة، فما بسنة يعني ما بنحسن ناخذ نتيجة بهذا الموضوع، وكل بلاد العالم فيها رشاوي. هاي النقطة الثانية، نحن على الانترنت كثير ضعيف. يعني بالفعل عم يوقف السيستم، احيانا بوقف ساعتين 3 4، في مرة وقف يوم كامل، يومين وقف السيستم لانه النت عنا ضعيف. فنحن ما بنحسن نلوم مديريات النقل، فنحن بنلوم الموظفين يلي نفسه ضعيفة. لانه ثقوا تماما، اي مدير نقل بيعرف انه عنده موظف عم يرتشى، ثقوا تماما بطردوا من العمل. كتير عالم، كتير اصحابين قرار يعني عم يحاولوا يخدموا البلد لأبعد حد، ونحن لازم نساعدهم. اي موظف يطلب رشوه لازم تقدم شكو فيه. بس وكمان في خلل منا نحن، انه نحن متعودين والله انا بدي اخلص شغلتي بسرعه، خذ قرشين وخلصني، ما بدي اوقف على الدور. ليش؟ مثلك مثل كل هي العالم، الا بحاله واحده، اذا حبت مديريه النقل تخفف العجقه، العالم المقتدره تفتح فحص VIP مأجور. هن بدهم يخففوا على العالم، ما عم ياخذوا اجار الفحص الدولة، فيفتحوه مأجور. اللي بده يجي يدفع مأجور، وبده يمشي يدفع مأجور. طبعا نحن بنحل مشاكل الشعب، وبنفس الوقت ما بدنا نحن نفوت بمجال رشوة ومجال ابتزاز. فنحن بنتمنى من اي شخص عنده فراغ سيارة، عنده اما يوقف على الدور، واما يصبر شغلة شهرين، فحتخف العجقة وحيتحسن النظام والسيستم، وبعدين بروح بكل اريحية بيفرغ. يلي ما حاسم بده يضطر يوقف على الدور. وبتمنى انه ما حدا، يعني لو انعرض عليه رشوه، بتمنى انه ما حدا يدفع رشوه، لان احنا عم نساعد منكون بالفساد بالبلد. فبالاخير نحن بدنا بلدنا تنصلح، بدنا بلدنا تكون ما في رشاوي. ومثل ما حكينا ما في بلد بالعالم ما في رشاوي، بس نحن بدنا نكون على قدر المسؤوليه. البلد لسه بدها وقت لحتى تنهض، وبدها وقت لحتى تزبط امور. اهم شيء الانترنت، بس مش الحال الانترنت وزبط، فالامور الثانيه كلها حتتحسن، وحيصير في تطبيق حكومي على ما اظن بشان فراغ السياره وبشان الامور هاي كلها كامله. بس بدنا نعطيهم وقت لهدول الجماعه لحتى تتحسن الامور بالبلد. ما في رشاوي، في رشاوي بس حاليا بعد كم منشور احنا نشرناه، في كثير موظفين امتنعت انه تنرشى، وما عاد في يعني فحص خارجي من 15 يوم 20 يوم بالضبط بريطانيا ما موجود. بحرستها كثير حالي من 4 ايام 5 ايام كان في واحد راح يفحص قالوا له ما موجود خارجي، هذا يعني من تحت الطاوله. فبنتمنى انه نقدر نساعد نحن مدير النقل، ونساعد اي يعني اي مديريه حكوميه انه ما يكون فيها رشاوي.